السلام عليكم. اليوم مع وصفة أمها جيتكم بوصفة الكومونبير في الفوق، راهو دايب في الوسط، مع وصفة لهاد البطاطا المحمرة التحفة توجديها في وقت قياسي. يلا تبعي معايا للآخر باش تشوفي كيفاش حضرت هاد الوصفتين الخفيفة الرائعة. أول حاجة نبدا بها، هنا حكمت بطاطا قطعتها هكذا بالطول تكون شوية خشينة. بعد واش نديرلها، راح نديرلها كمية نتاع الملح ونغليها لمدة نتاع 10 دقائق فقط ونصفيها. بعد ما خليتها غلات 10 دقائق فقط وصفيتها، هنا عندي فصوص تاع الثوم مسكرفجين اللي رايحه ندير لهم فلفل الكحل، ندير لهم شويه نتاع العكري الحلو، اللي يحب الحار طبيعه الحال يدير الحار. عندي هنايا شويه نتاع توابل الدجاج نديرهم هكذا معاهم، نزيد معاهم شويه نتاع المعدنوس مجفف، وندير معاهم شويه نتاع الملح لكن ما نكتروش. ما ننساوش اننا غلينا البطاطا بالملح، ونزيد عليهم كميه نتاع الزيت هكذاك، واحد ربع كاس راح تكون كافيه. نخلط كل شيء مع بعض. ها هي التتبيله اللي راح نديرها على البطاطا. اذا بسم الله، نخلط كل شيء مع بعض هكذا باش تشرب لنا كامل هذيك التتبيله اللي درناها للبطاطا. بعد نحكم امولي يدخل للفوق، ندير له ورق الطهي هكذا باش هذيك البطاطا يعني ما تلصقناش. تجي بنينه هذه البطاطا ونديرها على طبقه واحده، يعني ماشي حبه فوق حبه، وندخلها للفرن اللي يشعل غير من الفوق. ولا عندك فرن يشعل من فوق ومن تحت احسن، شعلي من فوق ومن تحت اعلى درجه، يتحمر لنا بالخف من الجهتين ونخرجهم. الا عندك فرن يشعل غير من تحت ولا من الفوق، شعليه كي يتحمر اقل بها. هذا هما معنا، انا ما كثرتش، درت غير واش نحتاج. اذا ندخلو نحمرو ونخرجهم. بالنسبه للكومونبير واش راح ندير، انا عندي هذا العمول يعني قريب كيف نديرو يطيب فيه. نحكم هكذا ورق الطهي اللي رايحه ندخلو للداخل، وهذيك الزياده كامل نديرها للداخل هكذا باش كيدوب ما يلصقناش في البلا وما يعذبنيش كي نجي نقيه. اذا نخدمو مليح مليح. نعود نحكم الكومونبير. دوك انتي خيري كبيره صغيره كيما حبيتي. انا حندير هذا يعني في الدار ناكلوه، ندير هكذا خبزه وحده في الوسط، هذا مليح تاع اللمه والعائله تجي هايله. بعد هنا واش ندير، نحكم موز اللي رايحه نقطعو له هكذا الوجه نتاعو الى مربعات بهذه الطريقه. بعد نحكم فص تاع الثوم نقطعوه هكذا بالرقيق وندخلوه هكذا باش كيدوب يطلق لنا البنه تاعو تحفه. اذا ندير هكذا شويه شويه. بالنسبه للتوابل واش راح ندير له، راح ندير له شويه نتاع فلفل الكحل، شويه نتاع العكري هكذا، نزيد له دوك هنا ديري اي اعشاب يكونوا عندك. حبيتي الزعتره، حبيتي المعدنوس، انا عندي معدنوس ناشف، حبيتي لي زام دو بروفونس كيما حبيتي. انا راح ندير هكذا غير شويه نتاع المعدنوس وندير له هذا زيت الزيتون، ندير له كميه تاع زيت الزيتون على الوجه وندخلو الفرن سخون مده نتاع 10 دقائق ونخرجو. اذا هو الكومونبير شوفوا حمرته خدا لي تحمير على الوجه، وها هي البطاطا بعد ما تحمرت جات هايله بالثوم بالتوابل، جات تحفه وتجي طريه من الداخل يعني، وتكون سخونه فيها هذيك القرمشه من برا. يلا راح نشوفوا هذاك الكومونبير كيفاش طابلنا للداخل. اذا نحكموا البطاطا بسم الله، لاحظوا معنا ها هي معنا. شوفوا لي هذاك الكومونبير تحفه، شوفوا كيفاش داب يشهي. يعني الناس اللي تحب هذا النوع تاع الوصفات اكد لك انك رايحه تستمتعي في الطعم تاعو. اذا ما عليكم غير تجربوا الوصفتين تاعنا اليوم، والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده.
والى اللقاء.